حافلة مليئة بالركاب كانت مسافرة، وفجأة تغير الطقس، أمطار غزيرة ورعد وبرق. لاحظ الركاب أن البرق يبدو وكأنه يأتي نحو الحافلة، ثم ينتقل إلى مكان آخر. بعد مرور بعض الوقت أوقف السائق الحافلة على بعد 50 قدم من شجرة وقال: معنا في الحافلة شخص كتب عليه الموت اليوم، وبسببه سنهلك جميعا. أريد من كل واحد أن يذهب تلو الآخر ويلمس جذع الشجرة ويعود إلى هنا. الشخص الذي كتب عليه الموت سيلتقطه البرق ويموت، أما الآخرون فسينجون. أجبر الراكب الأول على الذهاب، نزل من الحافلة على فزع وذهب ولمس الشجرة وعاد. قفز قلبه من الفرح عندما رأى أنه لم يحدث له أي سوء وبقي حيا. وهكذا حدث بالنسبة لسائر الركاب إلا واحدا. عندما جاء دور الراكب الأخير رشقه الجميع بعيون متهمة. كان ذلك الراكب خائفا جدا ممانعا، إلا أن الجميع أرغموه على الخروج من الحافلة والتوجه للمس الجذع بهلع شديد. خطى ذلك المسافر الأخير نحو الشجرة ولمس جذعها، فسمع صوت رعد شديد جدا وبرق هبط وضرب الحافلة. نعم، البرق ضرب الحافلة وقضى على كل ركابها، فالبرق لم يضرب الحافلة ويقضي عليها من قبل بسبب هذا المسافر الأخير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها. ويقول جعفر الصادق رضي الله عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفرا، لأن الله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين المستغفرين.